السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ان شاء الله تكونوا كامل بخير. اليوم جبت لكم طرطولات فريز كيكدا، قمة في البنة بعجينة تذوب في الفم وبكريمة بزاف بنينة. طرطولات سكيكدا غنية عن التعريف. بلا ما نطول عليكم نروح المقادير وطريقة التحضير. هنا في صحن حطيت 125 غرام مارغرين طرية، ضفت لها 2 مغارف كبار سكر ناعم وكيس سكر فاني. هنا ضربتهم بالباطير. من بعد ضفت 2 مغارف كبار تاع زيت، نضيفوه بالتدريج ونضربو. انا في كل مره حبسوا الباطير، هبطوا الاطراف وكملوا ضربوا باش يتخلطوا لنا المكونات مليح. من بعد ضفت حبه بيض تكون الحجم تاعها صغير وخلطتها مليح مع المكونات. من بعد حبست الباطير وضفت مغرف كبيره تاع نشا ورشه تاع خميره كيميائيه وبديت نلم فيها بالفارينه. ضيفوا الفارينه بالتدريج ولموا حتى تحصل العجينه تكون طريه. هذه عجينه طرطولات ناجحه 100%. تبعوا باك الخطوات ورايحين تنجحوا فيها. انا من بعد ما لميتها خدمت بها مباشره، ما خليتهاش ارتاحت. من بعد جبت لي مول بديت نعمر فيهم. انا هنا العجينه تاعي وزنتها، كل مول حطيت فيه 40 غرام من العجينه باش يجوني كامل حبات كيف كيف. واللي ما عندهاش الميزان المهم ما ترققش العجينه بزاف باه ما يتكسرولهاش الحبات. هنا نشكل كرات راح تبقى في اليد. ومن بعد حطيتها في المول وبديت نمشي بهالطريقه. من بعد ما عمرتهم تقبتهم بالفرشيطه وحطيتهم في المجمد 20 دقيقه باه ما تهبطناش العجينه في الفرن. من بعد ما عديت 20 دقيقه حطيتهم في فرن مسخن من قبل يطيبوا. من بعد رحت نخدم الكريمه في كاسرونه. حطيت 250 ملل حليب، ضفت له 2 مغارف كبار سكر عادي، 2 مغارف كبار نشا، كيس تاع سكر فاني. خلطته بارد في بارد وحطيته فوق النار وبقيت نحرك فيه حتى عقدت لي الكريمه بهالطريقه. من بعد وهي سخونه ضفت لها نص مغرف كبيره تاع مارغرين، خلطتها مليح حتى ذابت. شوفوا كيفاش الكريمه تكون ملساء. فرغتها في صحن باه تبرد لي بالخف وغطيتها بكيس بلاستيكي باش ما تعملناش القشره من الفوق وخليتها حتى بردت مليح. هنا بعد ما بردت حطيتها في صحن، ضفت لها 2 مغارف كبار تاع شانتيي وضربتها مليح بالباطير. من بعد ضفت مغرف تاع ماء بتخفيف الكريمه. بهالطريقه راح تتحصلوا على ألذ كريمه طرطولات فريز. من بعد نعمروها في بوشادوي ونخليوها بجيه. هنا لي طرطولات من بعد ما بردوا نحيتهم من الليمول. هنا خرجت لي 13 حبه. كي تنحيوهم سيسوهم باش ما يتكسروا لكمش لانه العجينه تاعهم هشه. شوفوا كيفاش طابوا. من بعد جبت لي كريمه وبديت نعمر فيهم. انا الكريمه هذه عمرت لي 9 حبات، ما عمرتليش الحبات كاملين، عمرت الحبات. من بعد جبت الفريز كنت غسلتها مليح وقطعتها بهذا الشكل. وانتم قطعوها كيما تحبوا على حساب الكميه تاع الفريز اللي عندكم. من بعد بديت نستف فيهم فوق الكريمه بهالطريقه. وهنا في الاخير زينتهم بلا جولي. في كاسرونه حطيت 4 مغارف كبار تاع لاجولي، هنا على حساب الكميه تاع الحبات اللي حنزينهم. من بعد ضفت لها عطر الفريز، خلطتهم مليح. من بعد ديتهم فوق النار جهد ما يدفاو برك، ما تسخنوش بزاف على خاطر راح يذوب لكم الكريمه. من بعد بديت ندهن في الحبات تاع الفريز بهذا الشكل باه يمدلنا لمعان وبنه. رايحين تذوقوا اروع طرطولات فريز كيكدا بزاف بنان. وسكيكدا مشهوره باللي طرطولات تاعها، مكاش اللي ما يحبهمش. ان شاء الله تجربوهم ويعجبوكم. واذا عجبكم الفيديو ما تنساوش الجيم والاشتراك في قناتي احلام نور. ونتلاقاو في فيديو جديد ان شاء الله. مع السلامه.